دلوقتي في اللحظه دي انت اخترت انك تفتح الفيديو، ودلوقتي هتختار تكمله ولا توقف. السؤال مين اللي اختار القرار ده؟ هل انت اللي خدت القرار ده ولا في حاجه جواك هي اللي خدت القرار وانت كل اللي عليك انك تنفذ؟ يعني السؤال ببساطه، هل انت مسير ولا مخير؟ السؤال ده واحد من اقدم الاسئله على مر التاريخ. الفراعنه سالوه، اليونانيين سالوه، حتى الفلاسفه سالوه، والعلماء لحد دلوقتي لسه بيتجادلوا فيه. بس بسبب ان في طريقه اتحكى بيها عن الموضوع ده من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الفلسفيه، فالناس ما فهمتش الموضوع بشكل كافي. فانا النهارده جاي اكلمك من الناحيه العلميه. في سنه 1983 في مختبر في جامعه كاليفورنيا كان في عالم اعصاب اسمه بنجامين ليب. الراجل ده عمل تجربه مهمه جدا، تجربه تبان بسيطه في شكلها بس في نتائجها خطيره جدا. عمل ايه بقى الراجل ده؟ جاب شويه ناس عاديه وقعدهم على كراسي، وربط على راس كل واحد اجهزه بتقيس نشاط المخ، وقال لهم التجربه بسيطه جدا، انك في اي لحظه تحب تحرك صباعك فيها حركه من غير ما تقول، من غير ما تفكر، من غير ما تعمل اي حاجه. فكرت، حركت. والنتيجه بقى اللي التجربه دي عملتها كانت عباره عن ايه؟ ان المخ بيبتدي ينشط قبل ما تاخد القرار ب 500 مللي ثانيه. يعني مخك قرر انك تحرك صباعك قبل ما انت تقرر انك تحركه. وبعدين جت تجارب ثانيه باجهزه احدث، ولقوا ان المخ بياخد القرار قبل ما انت تاخده ب7 ثواني، ولدرجه انهم قدروا انهم يتوقعوا قرارك بنسبه 80% قبل ما انت تاخده. ومن اللحظه دي الفلسفه كلها اتغيرت، بمعنى ان اللحظه اللي انت خدت فيها القرار، اللحظه دي مش انت اللي خدت فيها القرار، ده مخك بعت لك وقال لك ان انت تاخد القرار ده. واحد يقول لي طب كده يا حسين معنى كده ان احنا خلاص مفيش اراده حره، خلاص مخي هو اللي بيتحكم في كل حاجه؟ من جميل ليبت بقى اللي احنا اتكلمنا عنه ما رضيش يستسلم للفكره دي. قال ان المخ بيبدا القرار من غيرك، بس انت لسه متحكم انك تنفذ القرار ده او لا. يعني حريتك في اتخاذ القرار في انك ترفض. معنى كده اننا فهمنا ان المخ هو اللي بياخد القرار مش انت. نرجع بقى لسنه 1848. كان في راجل اسمه فينياس جاج. فينياس ده كان عامل في السكه الحديد، كل مهمته ان هو يحفر في الجبل عشان يبنوا سكه حديد. طبعا زي ما انت عارف هيفجروا الجبل ازاي؟ الديناميت. بيجيبوا الديناميت ويحطوه في حفره في الجبل، والحفره دي بتكون متثبته بعواميد حديد. في مره وهو شغال الديناميت انفجر وهو قريب من الحفره. كان في سيخ حديد لا مؤاخذه دخل تحت عينه وطلع من راسه. عاوز اقول لك انه ما ماتش بعد الخبطه دي، ومش ده الغريب انه راح المستشفى على رجله، هو صاحي وفايق وواعي. حتى الدكاتره نفسهم وهم بيعالجوه كانوا مصدومين ان ازاي خد ضربه زي دي ولسه عايش. بعد شهرين بقى من العلاج فينياس بقى في حاله كويسه، جسمه كويس، ذاكرته كويسه، الوعي بتاعه كويس. بس في حاجه واحده بس هي اللي اختلفت، وهي شخصيته. ان فينياس ده قبل الحادثه كان شخص محترم شاطر في شغله وهادي وبيتكلم على طول بالمنطق والناس كلها بتحبه، لكن بعد الحادثه دي بقى شخص عنيف، ما بقاش يقدر ياخد قرارات، يبدا مشاريع وما يكملهاش، بقى يكذب من غير سبب، لدرجه ان الناس قالت ان مش ده فينياس اللي احنا عارفينه اصلا. فعلماء النفس بقى ابتدوا يربطوا الدنيا كلها وربطوا تغيره ده بالحادثه. طب ايه اللي حصل في الحادثه بالظبط؟ قالوا ان السيخ الحديد لما دخل من تحت عينه وعدى من مخه، فهو دخل في حته اسمها الفرونتال لوب، والجزء ده في المخ هو المسؤول عن اتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات والتخطيط والسلوك الاجتماعي. يعني الجزء اللي بيخليك انت بشخصيتك هو مجرد جزء صغير في المخ. لو الجزء ده اتاذى فانت شخصيتك هتتغير، وبالتالي انت نفسك هتتغير. وده بيطرح سؤال مخيف جدا، لو ان شخصيتك تقدر تتغير بتغير حته معينه في المخ، فهل هي الشخصيه دي اصلا كانت بتاعتك؟ ولو مش بتاعتك فالقرارات اللي الشخصيه دي بتاخدها مين اصلا اللي بياخدها؟ معنى كده ان اكيد في سلطه فوقك هي اللي بتخليك تقرر القرارات دي، وهي اللي بتتحكم في شخصيتك. وده ياخدنا لتجربه ثالثه. سنه 1961 بعد محاكمه ادولف ايخمان، ده كان النازي المسؤول عن ترحيل ملايين من اليهود، قال جمله في المحاكمه بتاعته. الجمله دي كانت سبب في تغيير حاجات كتير. قال لك انا يا دوب بس كنت بنفذ الاوامر. فجاء عالم نفس اسمه ستانلي ميلجرام خد الجمله دي وقرر يعمل تجربه، ما هو كمان جاتش عليه. ميلجرام ده سال نفسه سؤال بسيط، هل الانسان العادي ممكن يأذي شخص غيره بمجرد لو حد فوق منه قال له اعمل كده؟ عمل ايه بقى في التجربه دي؟ جاب مجموعه ناس عاديه، اشخاص، موظفين، عمال، وجاب من بينهم واحد تبعه. قعد الشخص ده على كرسي وجاب باقي الناس حواليه، ووصل سلوك في الشخص الممثل ده، وقال للاشخاص اللي حواليه بدوسه زرار هتكهرب الشخص ده. وكان الجهاز اللي في ايديهم كان فيه مستويات الكهرباء 10 مستويات من اصغر حاجه لاكبر حاجه. فهو قال لهم ان الشخص الممثل ده لو غلط فمن حقك تكهربه باي درجه انت عايزها. والنتيجه كانت ايه؟ ان 65% من الاشخاص كانوا بيكهربوه باكبر درجه اللي هو ليفل 10، رغم انه كان بيمثل انه بيصرخ، كان بيمثل انه متألم، وحتى هم نفسهم كانوا مصدومين ومش مصدقين ايه التجربه اللي بتحصل اصلا. ايه اللي هقوله؟ طب ايه اللي خلاهم يكملوا اصلا ويعملوا كده؟ اللي خلاهم يعملوا كده ان الدكتور اللي في الاوضه كان بيقعد يقول لهم تخافش، كمل، اعمل اللي انا بقول لك عليه، فبالتالي الناس كملت. فنتيجه التجربه دي ان ميلجرام قال ان في حاله السلطه الناس دي بتدخل في حاجه اسمها ايجنتك ستيت. فهنا مش بتحس انك انت المسؤول، بتحس ان المسؤوليه كلها على حد فوق، فبالتالي الضغط عليك بيبقى اقل. وده كله بيحصل من غير ما انت تحس بيه، تحس ان مخك كده فعل وضع الايجنتك ستيت ده. الفكره ان السلطه نفسها مش لازم تكون حد فوقك، لا، ده ممكن يكون راي الناس، ممكن يكون توقعات اهلك، ممكن يكون السوشيال ميديا، كل ده ممكن يكون سلطه فوقك بتتحكم في قراراتك وانت مش واخد بالك. لو خدنا بقى الثلاث تجارب دول مع بعض وحاولنا نوصل لحاجه، هنلاقي ان الفلاسفه بيقولوا ان انت مش موجود كشخص، انت ببساطه نتيجه لجيناتك وتربيتك وكميه مخك والضغوط اللي حواليك. فاحساس انك تكون حر ده اخر وهم باقيلك. وفي مجموعه ثانيه بقى من الناس شايفه حاجه ثانيه، شايفه ان الحريه اللي انت تستحق انك تعوزها مش حريه من القوانين الطبيعيه، بمعنى ان تعريفهم للحريه هي ان انت تكون السبب اللي افعالك بتيجي منه. يعني افعالك دي بتيجي من سبب، السبب ده
المفروض يكون انت. معنى ان مش مهم ان يكون المخ قرر قبلك، لا، لان المخ ده هو نفسه انت، هو انت بتربيتك، شخصيتك، بافكارك، بالماضي، بالحاضر. وفي مجموعه ثالثه بقى، ودول اكتر ناس انا بميل ليهم، بيقولوا ان السؤال نفسه بتاع انت مسير ولا مخير، السؤال ده نفسه غلط، عشان اختيارك مش حاجه بتتم من الفراغ، الاختيار دايما بيتم من داخل سياق محدد، والسياق ده المفروض يكون انت. طيب نفترض يا حسين ان الانسان طلع مش حر، ايه العمل؟ اول حاجه هتتغير هي طريقه حكمك على نفسك، تاني حاجه هيغير طريقه حكمك على الناس، وتالت حاجه انه بيديك سلاح. السلاح ده هو انك تقدر تغير البيئه المحيطه بيك، تقدر تغير الضغط اللي محطوط عليك. فانت مش هتغير الاراده بتاعتك، لا، انت هتغير الظروف المحيطه اللي هي كانت سبب في الاراده دي اصلا. ده معناه انك لو عايز تاكل اكله حلوه فانت ما تقعدش جنب اكل وحش اصلا. فالخلاصه انك ما تقدرش تتحكم في ارادتك فعلا، لكن تقدر تتحكم في الاسباب اللي بتسبب ارادتك دي. نرجع بقى لصاحب اول تجربه اللي هو ليبت، الراجل اللي اكتشف ان مخك بيقرر قبل ما انت تاخد القرار. قال حاجه مهمه في اخر التجربه بس انا نسيت اقولها لك، قال ان الوعي مش بيبدا بالافعال، الوعي بيبدا برفض الافعال دي. يعني الحريه مش انك تبدا الفعل من الصفر، لا، الحريه انك تقدر تقول لا للفعل ده. ده بيفكرني بجمله قالها الفيلسوف الشهير سارتر، قال لك الانسان محكوم عليه بالحريه، يعني حتى الحريه اللي مخك اداها لك ده نفسه كان اختيار. وده اللي هيخلينا اقول ان مش مهم يكون الجينات اثرت فيك او التربيه، قد ما مهم ان في جزء صغير، الجزء ده هو انت، وفي الجزء ده كل حاجه هتختلف. لو ظبطت الجزء ده فكل حاجه هتتغير. يعني الحريه انك تقدر تقول لا دي كفايه واكتر كمان من الكفايه، عشان لما تفتكر في حياتك هتلاقي ان اللحظات المهمه مش اللحظات اللي قررت فيها تعمل حاجه، اللحظات المهمه هي اللحظات اللي انت رفضت فيها. وبس، كان معاكم حسين، سلام.